معالي الرئيس، طبعا حفاظا على الوقت لن أكرر ما ذكره الأخوة، ولكن تذكرت أبيات في الحقيقة، خاصة يعني وأنا جاي اليوم من محرق بعد التصليحات والتعطيلات على الجسر والتقاطع الجديد، إذا بتقاطع من محرق على دخول شارع الكورنيش مسارين، وإذا به زحمة. أقول سبحان الله، كيف كان هذا التخطيط؟ واليوم بعد أن سمعت الكلام وفي أوجه، ويعذرني أخي العزيز الكريم الوزير طلب الاستئذان، تذكرت قول الشاعر: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي عصير الأندرينا. صحيح، احنا على العصير ترى مش على غيره. فأقول يعني حقيقة قضية الإيجار، الحكومة الآن تقول عندكم في المجلس، طيب الزيادة عندنا في المجلس وعجزنا نقول لكم عنها، ما أعطيتونا وجه فيها. تغيير العلاوة الاجتماعية عندنا في المجلس وما أعطيتونا وجه فيها، واتخذتوا القرار فيها. تتخذون القرار إذا شئتم، كل المؤجرين الصغار والكبار طبعا حالهم أفضل، لكن يصيحون على قانون الإيجار. طيب تأخر، وطبعا أنا لا أبرئ المجلس، بل أطلب، وأنا أول واحد، وقد طلبت تقارير المشاريع ومجراها وإيش سبب تأخيرها، وأعتقد أن احنا سننظر فيه في مكتب المجلس، لأن هذه مضرة بمصالح الناس، مضرة كبيرة. أصبح المؤجر خاصة الأجنبي يستهتر بالبحريني، يستهتر، يقول لك عندك المحاكم، روح اشتك ولا حد يقدر يطلعني. ثانيا، الحكومة إذا أرادت أن تتدخل وبسرعة وعندها الآليات، لكن القضية هل هذه أعطتها الأولوية التي تطلبها القضية؟ أعتقد لا. كما ذكر الإخوة، إذا مات الناس وأرواحهم رخيصة للأسف. ثانيا، القضية فيها مشكلة كبيرة. احنا نتكلم عن مساكن العمال، من يأجر مساكن العمال؟ كل المواطنين، معظم اللي تركوا المناطق القديمة هم اللي يأجرونها. حتى لو وقفت بتصير عندك مشكلة ثانية، هذه قاعد مدخول حق نص الشعب يتعايش على هذه القضية. إذن القضية مهمة جدا، نتراخى فيها ليش؟ أنا أقول حق الحكومة، إذا قصر المجلس بزعمها عندها إجراءات تقدر تتخذها، وإحنا نعرف أن عندها إجراءات تقدر تتخذها، لكن القضية حقيقة أين الجدية؟ شكرا. معنا.